الراجل ده خد 1000 حبايه مسكن في شهر واحد بس. فتخيل كده معايا حصل له ايه. قصتنا النهارده مع راجل عنده 34 سنه وكان بيعشق حاجه اسمها جري، فمن كتر ما هو كان بيجري عضلات جسمه كلها كانت وجعاه ولجأ للمسكنات اللي لو اي حد مكانه هيلجأ لها. بس الراجل ده افور حبتين، لا احنا ممكن نقول حبتين ثلاثه كمان. نزل اقرب صيدليه وقال هيشتري مسكن من هناك، ولقى عرض كده على دواء اسمه الايبوبروفين، اول معروف ما بيننا باسم البروفين، مسكن قوي ومضاد التهابات، واللي هو كان الخيار الامثل لوجع المفاصل والعضلات اللي كانت عنده. بس الحاجه الغريبه هنا انه لقى عرض مغري جدا على المسكن ده، لان في علبه كبيره كده فيها 500 حبايه وعليها علبه كمان هديه، يعني التوتال كده 1000 حبايه. فقال لي يلا انا هشتري العرض ده، وكده كده انا محتاج المسكن لان انا مش هقدر استحمل من غيره. ومن غبائه كان فاكر ال1000 حبايه دول عباره عن كورس كامل عشان الوجع الشديد اللي كان عنده، فقرا ان اقصى جرعه في اليوم هي 6 حبات. فانا هزود السبعه من عندي. والمشكله انا مش عارف الراجل ده كان ضارب صنف ايه ساعتها، راح رايح واخد ال7 حبات مره واحده. يعني المفروض في الطبيعي لو انت بتاخد مسكن تستنى عليه شويه عشان تشوف المفعول بتاعه، لا ده راح رايح واخد ال7 حبات مره واحده، اللي هو اصلا ما اداش فرصه لجسمه يشوف هو هيستجيب ولا لا. بس المشكله زي ما بيقولوا جت مع الهبل دبل، يعني من الاخر جسمه اتحسن وبدا يحس ان مفيش اي حاجه بتوجعه، لا عضلاته ولا مفاصله ولا اي حاجه، وراح رايح مكمل على نفس المواد، بياخد كل يوم 7 حبات من البروفين. بس القصه للاسف ما وقفتش لغايه هنا، لا ده فضل مكمل على الموضوع ده شهر كامل. بس انت لو جيت تحسب دلوقتي 7 في 30 هتلاقيهم 210، يعني مش 1000 حبايه. انا جاي اقطعك واقول لك ان المعلم ده كان اي وجع بيحس بيه كان بيروح مبلبع له 7 حبات، بقت دي الجرعه الستاندرد بالنسبه له، يعني اي وجع بيحس بيه ياخد 7 حبات. فهو بالظبط بعد مرور 30 يوم كان مخلص 1176 حبايه. انت متخيل الرقم المرعب؟ المشكله في نهايه الشهر ده كان في وجع غريب في معدته، حرقان في معدته وحموضه غير عاديه. المشكله ان الوجع ده كان برضه مسمع معاه في المريء، يعني كان بيحس ان هو بيبلع الاكل كان في حاجه كده مش مظبوطه. وفي نفس اليوم بالليل بدا يحس بوجع غريب في صدره، ونبضات قلبه كانت سريعه، ومعدته الحموضه فيها كانت عاليه وحرفيا كانت هتموته. والحوار ده صحاه من النوم ولقى ان الالم ما يقدرش يستحمله. المعلم بتاعنا بقى هيعمل ايه؟ لا مش هيروح يتصل على اسعاف ولا يروح المستشفى، لا ده راح رايح فاتح علبه البروفين ومبلبع له كمان 6 حبات. المشكله ان هو كان بياخد الحبوب من غير ما يشرب ميه او حتى ياكل اكل بعد الحبوب، وللاسف المره دي بالذات الحبوب وقفت في نهايه المريء. وفي اليوم الثاني اول ما صحى دخل الحمام ولقى نفسه عايز يرجع، وجه رجع دم. قال ان الحوار عادي وشويه مغص في معدته، هطلع دلوقتي من الحمام واخد بروفين. بس قبل ما يطلع طبعا من الحمام عمل حمام ولقى ان البول بتاعه لونه غامق، كانت غريبه بالنسبه له، حاجه ما كانش متعود عليها. هنا بقى صاحبنا بدا يقلق وقام رايح لاقرب مستشفى، وبعد فحوصات والدكاتره تعمل اشعه لقوا ان الراجل حالته متدهوره. ترجيع الدم اللي كان بيحصل له ده كان بسبب ان في قرح في المريء وقرح كمان في المعده. والمشكله ما وقفتش لغايه هنا، ده حصل كمان نزيف داخلي بسبب القرح دي. وتفتكر بقى الحوار وقف لغايه هنا؟ للاسف لا، تحاليل وظائف الكلى بتاعته كانت بتشير ان الكليتين بتوعه واقفين عن الشغل نهائي. اتضح ان عنده قصور كلوي حاد، بمعنى ان الكليتين واقفين عن العمل، والموضوع استمر كمان شويه ممكن يوصل لفشل كلوي. وبالفعل اصلا الكليتين داخلين دلوقتي على مراحل فشل كلوي. فدلوقتي الدكاتره بالفعل اعلنوا ان حالته حرجه ودخلوه على طول يعمل غسيل للدم بتاعه وينضفوا جسمه من المسكن اللي بلبعه طول الشهر. ولحسن الحظ بعد عقده شويه في المستشفى والرعايه المركزه نجا من الموضوع اللي كان عنده. بس اتعلم ساعتها درس قاسي جدا، ان مش اي الم يحس بيه يروح يجري على مسكنات، لا يستنى لجسمه لغايه ما يتعافى لوحده، في نفس الوقت يمشي على الروشته وعلى الجرعه المظبوطه بتاعت كل ده. للاسف الموضوع ده بيتكرر ما بيننا، وفي ناس اصلا ما بتروحش تكشف وتروح رايحه على اقرب صيدليه واخده من عندها مسكن وتفضل تبلبع في مسكنات، وفي الاخر تتفاجئ باعراض هي ما كانتش عندها، زي القرح بتاعت المعده وقرح المريء، واللي ممكن يوصل بعد كده لنزيف داخلي وفشل كلوي زي صاحبنا اللي احنا اتكلمنا عليه. فنخلي بالنا كويس، مش اي حاجه نمشيها مسكنات. لو في الم انت حاسس بيه ممكن تمشي مره ولا مرتين بالمسكن، بعد كده لو الالم مستمر لازم تروح لدكتور، لان ما ينفعش تفضل تسكن في الالم اللي عندك. ممكن تكون حاجه خطيره لا قدر الله، والمسكن ده بيخفيها بس، لكن هي مش هتروح من عندك. وفي الاخر اعمل شير الفيديو واعرف الناس اللي انت بتحبهم ووعيهم عشان ما يحصل لهمش اي مشاكل بعد كده.